أنا اسمي وائل، وبحب التصوير جدا، وعشان كده حبيت أشتري كاميرا جديدة بدل الكاميرا اللي بعتها. وفعلا وأنا بلف على المحلات شفت كاميرا شكلها مختلف قوي، وأول مرة أشوف زيها كده فعجبتني فاشتريتها. أول لما روحت البيت حبيت أجربها ولقطت بيها أول صورة، وأول صورة كانت للأوضة بتاعتي، وزي ما توقعت الصورة طلعت تحفة وألوانها طبيعية جدا وواضحة. فرحتي زادت قوي بالكاميرا، وبقيت متحمس أصور بيها كل حبايبي وأصحابي. في اليوم اللي بعده خدت الكاميرا معايا عشان أصور صحابي محمد ومنتصر وجمال. أول صورة لقطتها لمنتصر قدام البحر، تاني صورة لقطتها لجمال وبرضه قدام البحر. أما محمد بقى فلقطت صورة في الشارع عادي. الصور كلها طلعت تحفة وعجبتهم قوي، وعشان كده صورتهم كتير قوي اليوم ده، ويا ريتني ما صورتهم أصلا. من بعد اليوم ده كل حاجة اتقلبت. من بعد اليوم ده حصلت حاجات ما كنتش أتوقع أبدا إنها تحصل، حاجات ملهاش تفسير، والكاميرا دي هي السبب. عايزة أقول لكم إن صحابي التلاتة ماتوا. أيوة ماتوا. منتصر مات غرقان في البحر، وجمال بعدها بيومين مات بنفس الطريقة. أما محمد بقى فمات وهو بيعدي الشارع في حادثة عربية. لما عرفت كل خبر فيهم ما كنتش قادر استوعب، واللي خلاني اربط اللي حصل لهم بالكاميرا هو انهم ماتوا بطرق ليها علاقة بالصور اللي تصوروها، او بمعنى اصح باول صورة تصوروها بالكاميرا. منتصر وجمال اول صورة تصوروها كانوا قدام البحر وماتوا غرقانين، واول صورة تصورها محمد كانت في الشارع ومات في حادثة. لما قعدت افكر كتير في اللي حصل اتأكدت ان الكاميرا دي هي السبب. ما هو اكيد مش صدفة كده ان التلاتة يموتوا فجأة ورا بعض، ومش صدفة انهم يموتوا بالطرق دي بالذات. ما قدرتش احكي اللي حصل ده لحد، ما عرفتش حد حوار الكاميرا ده، بس انا مرعوب منها. انا مش عايزها، انا لازم اخلص منها. وفعلا اخدت الكاميرا بعد ما اشتريتها باسبوع ورحت للمكان اللي اشتريتها منه عشان ابيعها او استبدلها او حتى ارجعها من غير فلوس خالص. والحمد لله قدرت اني استبدلها وجبت كاميرا بدلها. روحت البيت وانا مبسوط اني خلصت منها ومن شرها. خلصت من الحاجة اللي خلتني اخسر 3 من صحابي في وقت واحد، بس للأسف ده مش هيرجعهم تاني. بعد يومين حصلت حاجة ما كنتش متوقعها أبدا. كنت لسه صاحي من النوم، لقيت الكاميرا اللي خلصت منها محطوطة على الترابيزة اللي في أوضتي. أنا كنت فاكر إن الموضوع ده اتقفل خلاص والمشاكل انتهت، بس طلعت غلطان. الكاميرا رجعت تاني. بس ازاي ده حصل؟ فضلت باصص للكاميرا كتير وأنا خايف منها ومش عايزة أقرب لها. سبتها زي ما هي ورحت للمحل اللي جبتها منه، بس ما لقيتش برضو الراجل اللي باعها لي. ولما سألت عنه قالوا لي انه تعبان ومش بيجي بقاله فترة. سألتهم عن الكاميرا دي فقالوا لي انها اختفت من المحل وملهاش اي اثر. سبتهم ومشيت وانا مش فاهم حاجة ولا عارف هتصرف ازاي في الكارثة اللي عندي دي. وفي الاخر قررت اني هشيلها في اي مكان مقفول ومش هستخدمها خالص، وبكده مش هتحصل اي مشاكل تانية. وصلت البيت واخدتها من على الترابيزة وحطيتها في صندوق قديم كان عندي وشلتها في الدولاب. في اليوم اللي بعده صحيت من النوم على صوت امي وهي بتصحيني وبتقولي: قوم يا وائل، اصحى. ايه يا ماما، في ايه؟ ايه الكاميرا الحلوة دي؟ اول ما سمعت منها السؤال ده اتفجعت. فقت في ساعتها وعدلت نفسي وبصيت على ماما لقيتها ماسكة الكاميرا. سألتها مباشرة: جبتيها منين دي يا ماما؟ ده انا حاططها في صندوق وشايلها في الدولاب بتاعي. دولاب ايه؟ ده انا لقيتها محطوطة بره على الترابيزة. متأكدة؟ يعني انت مش جايباها من هنا؟ لا، لقيتها بره. قمت من على السرير ورحت ناحية الدولاب، فتحت لقيته الصندوق زي ما هو مكانه. مسكت الصندوق وفتحته، ما لقيتش حاجة جواه. في اللحظة دي ماما قالت: بقولك ايه يا وائل، ما تصورني صورة حلوة كده بالكاميرا الجديدة بتاعتك. لا. ليه كده؟
اخدتها منها بسرعة وانا بقول لها اصل انا جربتها ولقيتها بتطلع الصور وحشة قوي، انا اساسا عايزة ارجعها. يا خسارة. طب خلاص. في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة قوي. الكاميرا بدأت تلقط صور لوحدها من غير ما اضغط على زرار الكاميرا اصلا. انا اترعبت وخفت انها تلقط صور لماما او ليا. حطيتها بسرعة في الصندوق من غير ما اوجه العدسة ناحية حد فينا. امي لما شافتني بالمنظر ده اتخضت وسألتني هو في ايه يا وائل؟ ازاي الكاميرا بتصور لوحدها؟ وليه انت مرعوب منها قوي كده؟ هفهمك بعدين، بس انا لازم اخلص من الكاميرا دي حالا والا هتحصل مصايب بسببها. مصايب؟ طب هتعمل ايه؟ مفيش قدامي حل غير ان اكسرها. وليه يا ابني خسارة؟ طب ما تبيعها ولا ترجعها زي ما قلت. ماشي ماشي، طب انا هغير هدومي وانزل اشوف صرفة ليها. غيرت هدومي واخدت الكاميرا جوه الصندوق ونزلت وانا مش عارف اصلا اعمل ايه فيها. لقيت نفسي رايحة على المحل اللي اشتريتها منه. سألت على الراجل اللي باعها لي وبرضه ما لقيتهوش، فاخدت عنوان بيته ورحت له عشان افهم منه اي حاجة تفيدني في حوار الكاميرا دي. وصلت عند البيت وقابلت الراجل صاحب المحل. لقيته تعبان جدا وبيتكلم بصعوبة. بدأت كلامي معاه وقلت له ألف سلام عليك. سألت عليك في المحل قالولي انك تعبان. انا اللي اشتريت منك الكاميرا اللي هي. فاكرك وعارف انت اشتريت مني ايه كويس. الكاميرا دي موتت 3 من صحابي. ايه؟ ايوه، هو ده اللي حصل. طب احكيلي بالتفصيل. وحكيت له كل حاجة حصلت من ساعة ما جبت الكاميرا دي. وبعد ما خلصت قالي انا مش مصدق اللي بسمعه منك ده، بس هي فعلا كاميرا غريبة وعمري ما شفت زيها، وانت اول واحد يشتريها. الكاميرا دي جديدة مش مستعملة، هي عندي في المحل بقالها شهر تقريبا، وصدقني ما اعرفش اي حاجة عنها، بس انا مش مرتاح لها من ساعة ما بقت موجودة عندي، وما صدقت اني بعتها بصراحة. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ دي بقت بتلقط صور لوحدها. طب انا هديك رقم الراجل اللي خدته منه الكاميرا دي، يمكن يكون عارف اي حاجة تفيدك. وفجأة لقيت الراجل صاحب المحل سكت فجأة. فضلت انادي عليه واهز فيه مفيش فايدة. الراجل صاحب المحل مات. بعد كام يوم كنت قاعد في اوضتي عمال افكر، يا ترى الكاميرا دي برضو هي السبب في موت الراجل صاحب المحل؟ بس هي ما لقطتش اي صورة ليه. طب ازاي؟ وهعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ملحقتش اخد اي معلومة عن الراجل اللي باعها له. اخدت الكاميرا معايا ورحت على المحل تاني، قلت يمكن الاقي هناك رقم الراجل ده، بس للأسف معرفتش اوصل لحاجة. بس وانا ماشي واحد من اللي شغالين نده عليا وقال لي انا كنت عايزه اقولك على حاجه كده. قول. انا شفت صاحب المحل وهو ماسك الكاميرا اللي انت اشتريتها دي وبيصور نفسه بيها قبل ما انت تاخدها بيوم. اخد صورة واحدة بس بيها، وبعد يومين كده بعد ما انت ما اشتريت الكاميرا دي هو تعب فجأة هنا في المحل، ومن ساعتها ما جاش. ولما لقيت انها اختفت من المحل فرحت بصراحة، ومع اني فهمت انها معاك مرضتش اخدها منك تاني. معرفش ليه، حسيت ان كده احسن انها ما تفضلش هنا. معرفش ليه حسيت ان هي السبب في تعبه، ودلوقتي اهو مات خلاص الله يرحمه. اتخضيت من اللي بسمعه ومعرفتش ارد عليه ولا اقوله اي حاجة غير طب انا هعمل ايه في البلوة اللي معايا دي؟ اكسرها، جرب. انا جاتلي فكرة تانية مش عارف هتنجح ولا لا، بس مقداميش حل تاني. اخدت الكاميرا ورجعت على البيت، طلعتها من الصندوق وحطيتها على ترابيزة صغيرة كده وحطيتهم قدام المراية. انا قررت ان اخلي الكاميرا تصور نفسها. سبت الكاميرا وبعدت من قدام المراية خالص وفضلت باصص عليها مراقبها عشان اشوف هيحصل ايه. عدى شوية وقت وبعد كده لقيت الكاميرا بدأت تلقط صور لوحدها. لقطت 10 صور ورا بعض، وفي كل لقطة كنت بسمع صوت صرخات بسيط.
ورغم اللي سمعته ما اتحركتش من مكاني وفضلت واقف وانا باصص على الكاميرا. ولما اتأكدت انها بطلت تلقط اتحركت ورحت ناحيتها، مسكتها في ايدي وانا خايف ومش متأكد اصلا هل كل حاجة خلصت وشرها اختفى ولا لا. عدى اسبوع من غير ما تحصل اي حاجة، بس رغم كده انا كنت خايف اكون موهوم. دورت على النت عشان اعرف اي معلومة عن الكاميرا دي تفيدني، وفعلا قدرت اوصل لمعلومات عن نفس الكاميرا اللي معايا دي. لما بحثت اكتشفت ان تتوقعوا اكتشف ايه؟ اسرح بخيالك واكتب في الكومنت تخيلك انت وايه اللي اكتشفته، وايه هو اللي اكتشفه، وايه حكاية الكاميرا دي.